معلش بعد اذنك يعني، ها معلش يعني. شوف العناصر اللي في الهلال والنصر يا عم، انا احب الاهلي وانت عارف انا احترم الكره المصريه، بس ارجوك لا يعني، ده ديربي على مستوى جمهوريه مصر العربيه فقط لا غير. طب بما ان الديربي امبارح في السعوديه كان بين الهلال والنصر في نهائي البطوله العربيه، هكلمك عن نهائيات ديربي الكره المصريه، وهنبتدي بديربي القرن بين الفرقتين الاعظم على مستوى الكره العربيه. لو كلمتك عن نهائي القرن هقول لك ان قناه بين سبورت طلعت بتصريح وقالت انه الديربي الاعلى مشاهدات على مستوى العالم في الفتره الاخيره، بالرغم انه كان بدور جمهور. اتفرج على مباريات السوبر اللي بيلعبها الاهلي والزمالك في الامارات، تخيل ان الديربي في مباراه السوبر بيقام في دوله غير مصريه، والجماهير بتكون فيه اكتر بكتير من جماهير ديربيهات الكره السعوديه. انت بفلوسك تعمل صفقات وتشتري لعيبه، انما مالكش حق انك تقلل من قيمه الكره المصريه. الكره السعوديه كانت اكبر صفقاتها قبل الصفقات الاوروبيه ديت كانت صفقات مصريه، امثال عماد متعب وحسام غالي وشيكابالا وكهربا ومؤمن زكريا ربنا يشفيه، ده غير احمد حجازي اللي كان مكسر الدنيا في نادي الاتحاد وطارق حامد. وكل الصفقات دي كانت بتيجي تعمل اللي كل لعيبه الانديه السعوديه ما كانتش بتعرف تعمله على ارض الملعب. انتوا في مرحله من المراحل كان حلم انكم تلعبوا نادي بقيمه النادي الاهلي او نادي الزمالك، ده غير ان نادي الزمالك اللي هو رقم 2 في مصر وبقاله 22 سنه ما بياخدش دوري ابطال افريقيا، في نفس البطوله النصر هو اللي تعادل معاه وهو باضعف كواليتي في اخر 5 سنين، وعمل عليه ماتش افضل بكتير من الماتش اللي عمله النادي الهلال. انتوا بتلعبونا بفلوسكم وما بتعرفوش تكسبونا، انما احنا بنلعبكم بتاريخنا وقيمه التيشيرت وبنكسب. الدليل على كده ان نادي الهلال عمل صفقات على مستوى العالمي وبمليارات قبل مواجهه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، والاهلي لعبكم ب7 لعيبه تقريبا كانوا احتياط، بعدها رفعتوا شعار اغيثونا بعد ما خسرتوا برباعيه. غير ان التصنيفات العالميه على مستوى الانديه الاهلي دايما بيحتل المركز الاول عربيا، ما بيخرجش من اول 10 فرق على مستوى العالم، ده غير ان مفيش فريق في قاره اسيا كلها بينافس فريق بحجم ريال مدريد على المستوى الالقاب القاريه، ما عندكوش فريق في قاره اسيا كلها الاول عالميا على مستوى البطولات المحليه، ففلوسك للصفقات والدوري السعودي فقط، انما الانجازات لنادي واحد وهو الاعرق في المنطقه العربيه كلها وهو النادي الاهلي. بس كده.